في إحدى الضواحي الهادئة عاشت جيهان، سيدة خمسينية كانت ترعى والدها الحاج عادل المصاب بمرض الزهايمر في مراحله المتقدمة. منذ وفاة والدتها جيهان كرست حياتها لأبوها، حتى بعد ما أهملها زوجها وساب البيت بسبب ضغطها النفسي وانشغالها الدائم. لكن الحاج عادل رغم نوبات النسيان العنيفة كان أوقات فجأة ينطق جملة واحدة بتخوفها: أنت جيهان لسه بتخوني جوزك مع اللي اسمه رامي؟ الجملة كانت صدمة. جيهان فعلا قبل 20 سنة كان عندها علاقة قديمة برامي انتهت من زمان ومحدش في الدنيا يعرف عنها غيرها وهو. كانت بتظن إن والدها نسي كل شيء، لكن الجملة دي كانت بتتكرر كل كام يوم بنفس التفاصيل بنفس الاسم، ومع تكرارها بدأ الشك يتسرب لقلبها. هل فعلا نسي ولا بيتظاهر؟ ولا الزهايمر بيخلي العقل ينسى كل حاجة إلا اللي وجعه؟ حاولت تعرضه على أطباء وكلهم أكدوا إن حالته متقدمة جدا وغير واعي باللي بيقوله. لكن في يوم لقيته قاعد بيبكي وبيقول بصوت خافت: أنا عارف كل حاجة يا جيهان، بس التعبير عن الوجع أسهل لما الناس تفتكرني نسيت. ومن اللحظة دي جيهان بدأت تتعامل معاه مش كمريض، لكن كراجل موجوع بيهرب من الألم.